السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل عليكم يا حلوين. طبعا هو الجرزيره صغنطوطه قد كده لان للصحفي المزيف الاول، بعد كده ندخل على العجول. الصحفي المزيف اولا انا اشكالك ما بعبرهاش كتير، لان انت ايه زي بقول لك كارت حشر، وانا ما بعبرش كروت الحشر نهائي، والناس كلها عارفه عني كده. اي كارت حشر داخل وهو مش عارف اي حاجه في اي حاجه، بس انت رسالتي ليك او ردي عليك على اللي انت عملته هيوصل لك. ما تبقاش تعيط، انت عيطت قبل كده وقعدت تقول الارباح راحت، اكل منين، اشرب منين. خليهم يدوك، على فكره دول بيدفعوا فلوس في التشهير. عندك واحده زي اللي اسمها توتا اللي طلعت معاك وقعدت تحلف بالكذب دي بتدفع فلوس في التشهير. عندك بتاع دوت البلوجر اللي انت بتقول عليها دي اول بلوجر مش عارفه فين، انت كذاب. اول بلوجر شفناها كانت هدير عبد الرازق. هدير عبد الرازق وبرده كانت عامله معاها مشاكل بسبب الحقد والغل، ودي بتدفع فلوس برده في قفل الاكونتات، وبتدفع فلوس في قفل الصفحات. عادي، فلوسهم حرام من الاخر فبيدفعوا. اما احنا فلوسنا حلال. عرفت بقى الفرق ما بيننا وما بينهم؟ انت لما جيت تهز ديلك عندنا، احنا ما بنديش فلوس لحد لان احنا اصحاب حق. احنا اصحاب حق، احنا ناس بتشهر بيها. عايز تفهم افهم، مش عايز تفهم كده كده اللي بتعمله هتتحاسب عليه. وكده كده اي حد داخل في الحوار ده بيتسكع على محضر، ماشي؟ بيتسكع على محضر تشهير، لان انت بتشهر بينا. الشات اللي انت منزله ده بتاع مين؟ بتاعي، ماشي؟ قبل كده كنت منزل كلام على مين؟ عليا. وكنت بتقول ان انا عندي مش عارفه سب الحكم في الامارات، والكلام ده ما حصلش الحمد لله. اصلا يوم ما واحد فكر يرمي بلاء عليا، ها، ربنا واقف جنبي، وكيل النيابه وقف جنبي، الضابط اللي كان موديني وقف جنبي، كل الدنيا وقفت جنبي علشان انا كنت بريئه. واوعوا تفتكروا ان انتوا لما هتقعدوا تهددوا بالموضوع بتاعي اللي هنا، هما انتوا فاكرين ان انا مثلا صفحاتي مش متشافه، صفحاتي مش معروفه؟ لا، ما حذرتوا. انا صفحاتي كلها ناس من الامارات اصلا. انا صفحاتي اغلبها كلها ناس من هنا ومتشافه، وعندي جروبات هنا وكل حاجه متشافه. هما هنا المنظومه الالكترونيه او المنظومه الرقميه بتاعتهم واضحه ومعروف مين اللي بيعمل حاجه غلط ومين اللي ما بيعملش حاجه غلط. عشان كده لما الكلبه اللي جت تهز ديلها هنا جت ترمي بلاها كالعاده، يعني ان فاكرين بقى ايه، المصريين فاهمين القانون غلط. ده انت تروح تبلغ عنها في الامارات، اصل مش عارفه ايه. ليه الامارات بلد رمي بلا؟ لا، الامارات بلد القانون بتاعها عادل، وبيتحققوا من كل حاجه، فبيعرفوا مين اللي رامي بلا ومين اللي بيشهر. فلما جت تهز ديلها هنا كده وجت جابت حته لايف معفن مع صفحتي، ما بقولهاش في حاجه غير ان انا بقول لها احترمي نفسك، اتقي الله، اعرفي دينك كويس قبل ما تتكلمي مع الناس. ما اجتمع اسنان الا الشيطان سليس. قلت لي ده بتسب في عرضي، رغم ان هي سب عروض امه لا اله الا الله، وكل ده اتقدم لها، والنهارده اترفع لها حاجات تانية. اللي بتقولك بتعملي ابديت، معلش يا ام جهل، معلش يا ام جهل، بس مش ابديت يا حبيبتي، اسمه ان دي في بيانات بتنزل على السيستم. هو هنا النظام الكتروني، هنعمل لكم ايه؟ معلش انت جاهله يا بت، جاهله. هو النظام هنا كده، بتروحي تفتحي محضر عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق المحكمه نفسها. وبروح المحكمه على فكره، ده المكتب في المحكمه نفسها، بس هم بيرفعوا عندهم على السيستم. وبقدم كل اللي انا عايزاه، واي حاجه جديده بقدمها عادي جدا، ما عنديش مشكله. اللي انتوا بتعملوه ده اسمه سب في عرض، اسمه تشهير، اسمه محاولة قطع ارزاق الناس. عمال تقول مش عارفة بياخدوا ملاليم وبياخدوش، احنا الحمد لله ما بناخدش حاجة، احنا مش زيك بنتربح من الشر نهائي. عمال تتكلم على تراخيص بتاعة المنتجات، جايب واحدة من على النت، جايب صورة من على النت ورافقها شوية في التأشير وشوية في الأعشاب. واحدة تقولك لا ده التأشير كانت بتعرض عنه. بصوا، كل البلوجرات بتشتغل، بس الفرق ما بينهم وما بين الاشكال الرمم اللي عندك دي، ان اللي عندك دول عندهم حقد وغل، ومش سايبين ايمان ودعاء في حالهم. وانت يا وليه يا مصديه، يا وليه مصديه اللي ما بيعيشلكيش راجل، انت اللي ما فيش حد طايقك اصلا. يعني اكبر دليل ان انت ما بتعمريش، ان ما فيش حد بيطيقك، ما بتعمريش وما بتاخديش بني ادم كده ايه صافي كده مصفي كده. ده انت بتاخديش اللي سردة الرجاله، تاخدي واحد من على مراته، تاخدي واحد واخدك شويه وبعد كده هيفلق ويسيبك. هتموتي مني علشان ايمان ودعاء ادهالك في وشك كده، هتموتي مني عشان كده، عشان انت حاسه ان انا ايه، كبيره عليكي، متكبره عليكي. انا مش شايفاكي اساسا، انت قد كده، انت قد كده. اللي بيفخموا فيكي ويعظموكي معلش، اصل هم يمكن ما شافوش اعظم منك في حياتهم، لكن انا لا، شفت كتير احسن منك
وانضف منك، ويكفي ان هم ما عندهمش لا غل ولا حقد ولا كراهيه زيك. بتقولي عليا انا عجل، وبتقولي عليا ان انا فيل، وحاطه ستوريهات على اساس ان انا فيل. لا الحمد لله انا جسمي حلو وعاجبني ومكيفني ومكيف جوزي. على الاقل يا وليه بعمر في بيوت، بعمر في بيوت. مش انتي طليقك كان بيقول عليكي ريحتك وحشه؟ مش انتي كنت لما طليقك بيروح يكلم واحده كنت بتروحي تشهري بالواحده وتسيبي طليقك؟ انا جوزي يا بت ما يبصش لغيري، عارفه بتشم كده، ادمان انا، مش زيك. ماشي، مش زيك معفنه بترمي في اول باسكت. اتخن بقى خس بتاعتي، عماله تقولي مفيش طياره مش عارفه ايه. لا، اللي زيك برضو اللي بيرجعوا في صناديق، اما انا لا. انا يوم ما هرجع بلدي معززه مكرمه. ماشي، لان اولا انا في بلد ما بتهنش حد، في بلد شايفين كل حاجه، في بلد معروف انا جوزي مين واهله مين واخواته مين. انا يوم حوار مشكلتي لقيتهم عارفين الداتا كلها، اخوات جوزي اهل جوزي وكلهم سمعتهم في البلد حلوه. وانا نفسي لما حصل معايا الحوار ده لا اتعرف ان انا سمعتي كويسه، لان انا كمان شغلي اللي كان قبل الحوار ده واللي شغلي اللي موجود دلوقتي بتاع شركات السياحه، شكر الناس ليا وريفيوهات الناس على شغلي كتير جدا. بس انا كمني ما بنزلش حاجه في النت هنا، او ما بنزلش حاجه لان شغلي 3/4 على الواتس اصلا، ما بنزلش حاجه على الفيس، فانتوا اللي زيكم ما بيشوفش حاجه وما يلزمنيش ان انتوا تشوفوا، لان انا ما بتاجرش لا بوجع ولا بتاجر بشغلي ولا بتاجر بامكانياتي ولا بتاجر باي حاجه، ولا بطلع اترقص زيك كده يا وليه. قولي لي كده فين راجلك اللي انت بتقولي ان انت لسه على ذمته؟ انت كذابه، انت اترميتي كالعاده، وعشان كده ايه عندك فرط حركه كده، عندك فرط حركه، اترميتي كالعاده. انت راجلك اللي كنت بتقولي اصل هو بيقول مشاكل، مش عارف ان انت بتعملي مشاكل، عارف ان انت حربايه، ده يخاف منك حتى. مفيش راجل يشوف الغل اللي عند واحده زيك دي. وهتموتي كده ان عشان خرتيته بزه محدش قبل التفاوض عليه، محدش هيقبل التفاوض في شرفه. يا شيخه اتقي الله، اتقي الله. ده انت امك مره طلعت قعدت وتحلف على المصحف. اتقي الله. ان كان شرفك انت ميه يا حلوه، انا شرفي مش ميه. ان كنت انت عادي تتكلمي في اعراض الناس وتتكلمي في اعراض الولايه وعايزه تتسامحي وتقولي اصل انا بسامح اللي بيتكلم، لا كدابه. انت عمرك ما تسامحي، بس المصالح بتتصالح عشان انتوا شبه بعض، في التشهير زي بعض، في سب الاعراض نفس العينه، في الكلام عن الناس نفس العينه. فانت هتموتي كده، هتموتي، لان خرتيته بزه محدش يتنازل لها، لا شيرين ولا دعاء، وانت كمان معمول لك قواضي. ولسه وخرتيته بزه مطلعها معاك يا واد يا مزيف انت. لك انا تعبت مش عارفه ايه. مين اللي شهر بمين؟ انت اللي شهرتي بالناس، محدش شهر بيكي. انت كدابه، انت واحده رمي بلا. وقول لها كده بدليل ان انت لو انت حد شهر بيك ما رحتيش عملتي الصفحات دي محاضر ليه؟ لما انت شايفه ان الصفحات دي بيشهروا بيكي مش دي حقيقتك الوسخه، ما رحتيش عملت لهم ليه محاضر؟ ما الصفحات موجوده، انت وهي كده يروحوا هزوا ديلكوا كده المباحث الانترنت الحقونا بيشهروا بينا. مش هو ده التشهير اللي انتوا بتقولوه؟ كشف حقيقتكم ده تشهير؟ اوبجكشن. كشف حقيقتكم عمره ما كان تشهير، ده كشف حقيقتكم عشان انتوا ممثلين. ماشي، وعشان انتوا كدابين، عشان انتوا بتعملوا اللايف من دول تطلعوا تشيكوا عرض اي واحده وتمسحوه، وتطلعوا تقولوا ده هم اللي بيتكلموا علينا، ده هم اللي بيعملوا، ده هم اللي بيسووا. يخرب بيت ام الجنان، شيزوفرينيا منك ليها. في ناس بتسجل وفي ناس تانية بترفع وفي ناس تانية بتوضح، وانا واحده اهو من الناس عمالين تهددوا فيها كل شويه وقال عايزين تعملوا لي محضر في الحته الفلانيه وعايزين نعرف عنوانها. اعرفي عنواني من هنا للسنه الجايه. انا واثقه في البلد اللي انا جواها، لان قابلت اشكالكم الزباله قبل كده وربنا طلعني منها زي كده. ماشي، زي ما كده برضو اللي جت تهز ديلها ما خدتش حق ولا باطل، لان ببساطه جدا هي على باطل. فيلا خليها واكلاكم معلمه على قفاكم.